السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير. دي المحاولة رقم 99 للاستيقاظ مبكرا. الحقيقة الصحيان بدري الواحد بينجز حاجات كتير قوي. لا، حقيقي، بيعمل حاجات كتير قوي. يعني أنا صحيت بدري على صلاة الفجر، قلت الأذكار، قرأت كتب، لا، عملت حاجات كتير قوي كده. الصحيان بكري، عفوا، الصحيان بدري في بركة كده، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا، يعني لازم نفضل على الصحيان بدري، ده أكبر وقت. وبالمناسبة أنا كتبت آه، هنا شوية حاجات الواحد يتبع بيهم، مثلا الصحيان. فهنا كتبت يعني النهاردة 12 بالمناسبة يوم جمعة. فالأيام 7 أيام، أنا ناوي أكمل يعني. فهنا الأسباب: الفشل، لو مثلا عطلت في يوم، صحيت متأخر. القاعدة الوحيدة: إذا تغير الوقت لأي سبب فلا يتغير وقت الاستيقاظ. لو وقت النوم، إذا تغير وقت النوم لأي سبب فلا يتغير وقت الاستيقاظ. وهنا وقت النوم الساعة 10 يعني، ووقت الاستيقاظ الساعة 5. فالله المستعان، نقدر نكمل وما نعطلش في أي يوم. ولو عطلنا عادي، يعني أهم حاجة إيه؟ لأ، نكمل. بما إن لسه قدامنا وقت، الحقيقة كنت عايز أطلع أصور بدري وقت الشروق، وأصور الشروق، بس طلعنا دلوقتي بقى نبقى نصور وقت الغروب ان شاء الله. الواحد ما عرفش ليه قدام الكاميرا دماغه بتفضى خالص، ما عرفش يتكلم عن ايه او يقول ايه. معلش يعني، سامحونا. صحيح، بالمناسبة انا عندي ارق بقالي فترة. فاللي يعرف حل الموضوع ده يقول. يعني الواحد نام متأخر فصاحي بدري، لا يعني ملخبط اليوم جدا. بما لسه معانا وقت، ناخد شوية أسئلة. أنا عندي هنا سؤال من كريم عصام: إيه أفضل كتاب قرأته؟ العادات الذرية لجيمس كلير. بتجيب الألهام لفيديوهاتك منين؟ عندي 3 حاجات. أول حاجة: عقل عادي يعني، بحاول أطلع منه أي حاجة، وده أصعب حاجة أصلا. عندي مثلا من فيديوهات الناس التانية، مثلا أشوف فيديو من هنا فأتفرج عليه، لا أخد فكرة من هنا فيعجبني الحاجة دي، تعال نتكلم عليها ونحاول نطور أكتر. الحاجة التالتة: برنامج كورة، لو تعرفوه. هحطلكوا صورته يعني. فده برنامج جميل، بيديك كام سؤال كده، ممكن تطلع أفكار من عنده، وبتاخد منه شوية ألهام كويس يعني. السؤال بيقول: هل انت شخص منتج؟ يعني 50-50 عادي. انا اهم حاجة في يومي اطلع مستفاد بأي حاجة. يعني انت ممكن مثلا تذاكر، تعمل معرفش ايه، تعمل ما تستفادش اي حاجة خالص يعني. انت عملت في يومك حاجات كده، تمام يعني. ده تمام، الحاجة اللي المفروض تتعمل عادي. طب مثلا لو في يوم تاني مثلا ما عملتش حاجة، بس مثلا ايه، قرأت في كتاب حديث مثلا، فلا انت كده استفدت حاجة اهو في يومك. فانت ما تضيعش الحتة دي، او ما تفكرش وانت نايم فاللي هو انا ما عملتش حاجة النهاردة، انا ما استفدتش حاجة. لا، انت استفدت، انت قرأت في الحتة دي، حتى لو دقيقة، لو استفدت بحاجة واحدة بس، لا انت استفدت بحاجة. فانا بالنسبة لي الانتاج عندي يعني 50-50، ما اقدرش اقول عليه اكتر يعني. ومش هفضل حد يعني اقول في الانتاج ده، لان أنا بسوق كتير يعني. آه، هنا عندي سؤال برضو من محمد عبد الواحد. هنا بقول: ازاي تقدر تنظم وقتك؟ آه، يعني انا مش افضل حد في تنظيم الوقت ده، بس كنت قرأت في كتاب العادات الذرية، بيقول لك اعمل الحاجة في وقت محدد، في مكان محدد. هتعملها ازاي؟ يعني هديك مثال: انا عايز اقرا مثلا كتاب، فهقول هقرا الكتاب ده في المكان ده، اللي هو مثلا على المكتب، الساعة مثلا 6 الصبح.
وانا بشرب مثلا قهوة. يعني انا عملت 3 حاجات. انت في الساعة 6 الصبح ده اصلا مفيش تفكير هيجي على دماغك او اي حاجة مشتتات هتيجي، لا الا مثلا انا عايز اقرا الكتاب ده، انا عايز اخلص الحاجة اللي انا كتبتها بس في الوقت ده. فالنصيحة انك تكتب عاداتك وتتبع عاداتك. بالمناسبة في تطبيق اسمه تيك تك لتتبع العادات. آه، فانك تتبع عاداتك وتكتب انت هتعمل الحاجة ديت امتى في الوقت ده. يعني انت هتكتب 100 حاجة في اليوم اعملها برضه. هتتعمل امتى، هتذاكر امتى، مثلا الساعة كذا، في الوقت كذا، في المكان كذا. اعمل كل حاجة كده وتتبع عاداتك. فانا مش افضل حد اتكلم يعني عن الوقت او الاستيقاظ مبكرا. بس بنحاول يعني ايه نطلع افضل حاجة. السلام عليكم. يعني دلوقتي الساعة 4:30. الحمد لله لسه الواحد فايق. يعني لسه عنده النشاط، مع اني ما نمتش اللي يعتبر ساعتين 3 بس. آه، فحبيت افصل فحبيت افصل الصبح يعني كده. حسيت ان انا لا، دماغي مش شغالة، مع إن المفروض العكس. يعني المفروض الصبحية كنت أكون فايق، بس عشان بسبب النوم القليل. بس دلوقتي حاسس إن أنا أفضل شوية يعني. زائد انجزت حاجات كتير يعني. انا قفلت، رحت يعتبر منتجت الفيديو. خلصت كتاب كنت بقرأ فيه. انا عملت حاجات كتير. آه، دلوقتي الساعة 4:30. فشفت الفيديو برضو، صح، شفت الفيديو. كان مسافة عالية. يعني يا رب الفيديو ده يكون كويس، والصوت برضو. انا باكد دايما على الصوت لان أنا هاند فري. يا رب بس الصوت يبقى كويس. ناخد شوية أسئلة. أنا حاسس إن أنا عايز أتكلم شوية، وناخد شوية أسئلة بقى. في سؤال هنا من محمود، بيقول هل في دعم من الأهل سواء مادي أو معنوي؟ يعني هو دايما الأهل عموما، علشان لسه مفيش فيو أو مشتركين أو عدد كافي، يعني إنهم لأ صح أنا ابني مثلا لأ عنده عدد كافي. فأكيد زي أي أهل مفيش يعني مثلا دعم قوي، يعني عادي، زي عادي، اللي هو دعم تمام. الفيديو هو لايك مثلا، فيو واحد عمل حاجات، يعني اللي هو ايه، حاجات رمزية بس مش اكتر. فلا، انا عادي. هل شايف ان اللي انت بتعمله تقدر تقدم بيه محتوى او بيه حاجة؟ انا مش فاهم، بس هنعتبر تمام. نقدر نسميه يقدم بيه محتوى يعني. آه شيء عادي. يعني انا بحاول شخص مثلا بيصور يومه، بيعمل فيه ايه، بيحاول يطلع افضل حاجة عنده. ولو في حاجة الناس تستفيد بيها تمام. فنحاول نفيد ونستفاد بس. فممكن نسميه محتوى يعني عادي. في سؤال تاني هنا بيقول هل حابب ان يكون ده مستقبلك او عادي؟ لسه ما نعرفش مكتوب في لنا ايه، ولسه احنا في البداية ما نعرفش. زي ده انا في جامعة لسه، ما اقدرش احدد هل ده مستقبل ولا لا. وما نعرفش بقى، لسه الوقت قدام، لسه مشوار طويل. في سؤال تاني، هل حابب ان يكون عند هل بالنسبة ليومك هل بيتأثر بسبب الفيديوهات ولا بيبقى روتين بالنسبة لك؟ يعني انا مش بصور دايما كل يوم يعني. آه، لكن هنعتبر اليوم اللي احنا بنصور فيه، فانا بكون كاتب كل حاجه. مثلا هصور امتى، هخلص امتى، طب همنتج امتى، هعمل ده كله امتى. فاليوم اللي انا بصور فيه عموما او بعمل فيه الفيديو ده، فبيكون لا اما فاضي، وقت فاضي، لا اما اساسا مثلا زي ستادي ويز مي مثلا، مذاكره. فانا بستفاد وفي نفس الوقت بعمل الحاجه اللي انا بحبها اللي هي الفيديوهات، وفي نفس الوقت بذاكر بس. هل انت مهتم بالكليه قد ما مهتم بالفيديوهات، ولا بتفضل طرف عن طرف؟ لا، بنحاول نواظب ما بين الاتنين. يعني مثلا نحاول يعني نخلي ده 50-50 برضه. نحاول نذاكر، نعمل اللي علينا في الكلية، نقدم كل حاجة، وفي نفس الوقت نعمل حاجة اللي احنا بنحبها اللي هي الفيديوهات.
نقدم محتوى كويس، نتعلم ونعلم. بس يعني لا ما بفضلش طرف عن طرف، والأولوية طبعا للكلية، بس هنحاول يعني. آه، برضو كان والدماغ ما اعرفش ايه السبب قدام الكاميرا مفيش اي كلام. آه، بعيد بعيد الكاميرا احس ان انا لا انا هتكلم واقول حاجات كتير لا هطلع كل اللي في عقلي وكل اللي جوايا، بس قدام الكاميرا ما اعرفش السبب يعني. فاحنا لسه في البداية، فان شاء الله نطلع افضل حاجة يعني. انا مش افضل حاجة بقى اني ادي نصايح، لان ده اول يوم. فانا حاولت اقعد كده مع نفسي 10 دقايق يعتبر، اكتب كل اللي هنستفاده او ايه الحاجات. يعني ازاي اصحى بدري وايه فوائد الصحيان بدري. فكتبت شوية حاجات هنا. فيعني ممكن ابص للتابلت ان انا عندي بنسى برضه. الفوائد هتزود انتاجيتك جدا. وانا شفت الحاجة دي دلوقتي، معرفش الهوا يظهر ولا لا بسبب الصوت. فانا شفت الحاجة دي دلوقتي النهارده، يعني اقصد النهارده. حسيت ان انا عملت حاجات كتير، وده مش طبيعي في باقي ايام اللي انا بصحى متاخر كده. فلا هتزود انتاجيتك بشكل رهيب. يعني هيكون عندك نفس ال 24 ساعة عند أي شخص، بس عشان أنت استيقظت مبكرا، اللي هو يعني صحيت بدري. فأنجزت حاجات بدري. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده حقيقي. انت عشان هتصحى بدري بعد مثلا الفجر، انت لا عندك بركة، الوقت كافي تقدر تعمل بيه حاجات كتير. ساعة قبل الفجر، ساعة أقصد، ساعة بعد الفجر أفضل من ساعتين بعد الظهر. ده بالنسبة لي. هتستوعب كمية المعلومات، هتدخل أكبر وأحسن. فدي بالنسبة للفوائد يعني. الفايدة التانية انك هتصحى ساعة الفجر، تصلي الفجر في المسجد. فدي لوحدها حاجة يعني ايه، انت كده كسبت دنيا واخرة. صحيت بدري، صليت في المسجد، كسبت الاخرة. صحيت بدري، انجزت حاجات كتير في وقت اقل، فانت كسبت دنيا. يعني نصيحة، اصحى بدري. انا ان شاء الله ناوي اكمل يعني. ازاي نصحى بدري بقى؟ انا شايف تحط نفسك هدف. تحط نفسك هدف، يعني مثلا النهارده هدفي كان اصحى عشان اصور. اصحى علشان اصور. لو ما صحيتش بدري يبقى اليوم ضاع مني. حتى لو صحيته هفضل صاحي بقى وانجز معرفش، بس مش هصحى متاخر. مش عارف اصور. عشان كنت عايز اصور الصبح يعني. فلو ما صحيتش بدري كان اليوم ضاع حرفيا، فكان كده ضاع. فانت لازم تحط لنفسك هدف انك تصحى علشان سواء تصحى مثلا تصور، تصحى للفجر. تحط هدف مثلا: لا انا عايز اصحى عشان اروح اصلي الفجر في المسجد. انا كده صحيت. فانت لازم تحط لنفسك هدف. او مثلا انك وراك حاجه، وراك جامعه مثلا. ايام الجامعه انا بصحى فيهم بدري برضه غصب عني، حتى لو نايم ساعه واحده لازم اصحى. ف لازم تحط لنفسك هدف سواء ايا كان هو هدف ايه. فانت حط لنفسك هدف. فاكر انت ايام، احكي لكم مثال يعني. فاكر ايام زمان لما الواحد كان وراه لعب كورة مثلا في حجز كورة مثلا الساعة قول 7 الصبح 8، واحنا لسه صغيرين. فحتى لو نايمين متأخر هنصحى يعني. لا انت، لا انا عايز اصحى. وبتصحى فايق، بتصحى عايز تروح تلعب. بتصحى بص، كل حاجة حلوة بالنسبة لك، المهم انا عايز اصحى. وبتصحى وتروح وبدون ما حد يصحيك. ف ده حاجة حلوة يعني. كان أيام زمان كانت بتحصل معايا. أنا بصحى كده يعني لوحدي. فالأهم إنك تحط هدف وتصحى علشانه. هتصحى يعني، ما تسيبش ما تسيبش نومك أو نفسك لعقلك إنه صحيك أو لأ. فلا أنت حط لنفسك هدف تصحى علشانه.
بس ثانيا، حط في دماغك القاعدة: إذا تغير ميعاد النوم لأي سبب، لا يتغير ميعاد الاستيقاظ. يعني مهما كان هتنام الساعة كام، لازم انت تصحى في الوقت اللي انت حاطه. يعني مثلا ان شاء الله هنام الساعة 10، سواء نمت 10، 12، 1، 2، لا، لازم اصحى الساعة 6 او 5 او 7، يعني حاجة من التلاتة دول. فمهما تغير ميعاد النوم ما يتغيرش ميعاد الاستيقاظ. ده بعيدا بقى عن انك تعمل منبه عشان تصحى. بعيدا بقى عن الحاجات اللي هو النصايح عموما. فلا، انا شايف دول افضل اتنين: انك تنام بدري، تصحى بدري، تحط لنفسك هدف. يعني ده افضل حاجة. وقبل ما تنام، صح، ابعد عن المشتتات، اللي هو الفون بقى والحاجات دي، والضوء الازرق اللي بيطلع منها. حاول تكتب مهام اليوم بحيث تصحى ما تكون، لا، انت عارف نفسك هتعمل ايه، لسه مش تدور او تكسل او معرفش تعمل ايه فتنام تاني. لا، انت تكتب كل حاجة قبل ما تصحى، يعني قبل ما تنام اقصد، وبحيث تصحى عارف نفسك هتعمل ايه. وبالمناسبة تطبيق تيك تيك هيتتبع مهامك، فده حلو جدا. فحبيت اتكلم معاكم شوية. انا برضو مش هفضل حد، لان انا لسه يعتبر اول يوم، وحاولت كتير قبل كده، فكنت بصحى وانام اصحى وانام. بس ان شاء الله انا ناوي اكمل، وعملت لنفسي جدول اسبوع قدام، من الجمعة إلى الجمعة، بحيث لو كملت أعرف إيه أو أخطائي، مثلا سبب الفشل، صحيت متأخر ليه، ده كله. ف ناوي أكمل أكتر من أسبوع يعني. فنشوف الأول الأسبوع ده ونكمل الباقي. فنلحق بقى الغروب. كنت قايل لكم إن إحنا هنصور الغروب، فنلحق الغروب ونصور. اتمنى الصوت يكون واضح وما كانش فيه وش، بس هو ده الحل يعني. نحاول نكمل بالهاند فري لحد ما نجيب اي حاجة تانية، مايك بقى وكده. حاسس الفيديو طول، بس اتمنى لو لسه موجود معانا وبتسمع تكمل الفيديو لحد الاخر، وتسمع شوية المناظر الحلوة دي، وتشوف شوية المناظر الحلوة دي، زائد ما تنساش بقى السبسكرايب واللايك. نسيت اقول لكم، صح، متنساش السبسكرايب واللايك. واسيبكم بقى ايه مع المنظر الجميل ده. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه